دماغي بتعمل بام. ده انت بقيت تايلاندي تايلاندي يعني. ويفتحوا الحدود خلونا نحارب واضرب ما يطيلوا امهم. وايه يا رمضان، ايه يا رمضان، ايه يا كوكاكولا، ايه يا كوكاكولا، ايه يا رمضان، ايه يا تايلاندي، ايه على 1:30. معلش، انت حضرتك كنت زعلان ليه؟ فكرني كده عشان قالت لك يا ابني. لا، هو انت تحمد ربنا انها ما قالتلكش يا بنتي. طبعا عايزين كلنا نسقف سقفة كبيرة جدا ونحيي الفنان محمد رمضان، أول مصري يعمل حفلة في أمريكا. ومش كده وبس، ده أول مصري يلبس في أمريكا برضه. لا يا أخي، وتشوف كلامه قبل الحفلة يقول لك إحنا عندنا رسالة، وممكن تكون دي آخر مرة أدخل فيها أمريكا، ومش هيدخلوني تاني، ولازم نوصل صوتنا والناس تعرف إحنا مين، والناس تعرف القضية والناس. هي دي القضية يا رمضان. يا رمضان ده بقى يا رمضان، انت لو رمضان حريقة مش هتعمل كده. لابس لي ها؟ لابس ايه؟ لابس ايه؟ انت لابس ايه انت؟ عليه العوض ومنه العوض. بيدور على الترند وخده بس، وهو بيقلل من نفسه قوي. بس يمكن التقليل ده مطلوب، اصل المنظمه اياها بتحب ان هي تين مشاهيرها كنوع من انواع الاختبار قدام الناس. انا كنت دايما اقول على انضمامه الله اعلم، لحد ما كان ليه تصريح يوم 6 ابريل بيقول ان هو هيروح يوصل رساله في امريكا ويمكن يتمنع من الغنى هناك. الناس هنا تتخيل انه راح يدعم القضيه، بس رايح يوصل رسائل واهداف المنظمه، فكده مش هيتمنع، بس بيصير الجدل كعادته. اعتقد دلوقتي خلاص الموضوع بقى واضح، بس هو بيخسر كتير. تعالوا شوفوا اعماله الفنيه بقالها فتره في السينما ما بينجحش، في التلفزيون مختفي بسبب الترند اللي برضه بيحاول ياخده طول الوقت. ودي افعال شاذه جدا عن مجتمعنا، كل الناس بقت رافضاها وخلاص اشمئزت منها. النجاح مش بالترند، يا فرحتي ان يكون ده نجاح سلبي وكل الناس بتتكلم عليه وحش، وكمان الاقي الدنيا كلها ولعه اروح مستفزهم بعدها على طول تاني اكتر بالبوست ده اللي اصلا قلته مليون مره قبل كده. وعايزه اقول بس حاجه، النجم الحقيقي نمبر 1 المفروض يكون ده شيء طبيعي بالنسبه له، مش مبهور بيه، لكن ده شغل احداث. النجم الحقيقي لا جديد عليه طياره خاصه، ولا جديد عليه مطار خاص، ولا انه يروح امريكا يتعمل له كده. بتسالوني عايزه دلوقتي ايه يا مروه؟ عايزه ارجع، لان الهدف من بدله الرقص انه لابس بدله رقص شرقي وبيرقص شرقي. عموما ده تعليقات اتنين من المشاهير، محمد صلاح العزب السيناريست وهو بيقول محمد سامي ما كانش ينفع يعمل ايش من غيري، وناس تانية نزلت انه لبس بنات وعارضه صورته. وهنا محمد طاهر صانع المحتوى والنقد الفني ده المفروض كانت قالت له يا بنتي مش يا ابني، لو هو راضي على نفسه كده فتمام. وحاليا الجمهور بيطالب انه ما يمثلش مصر بره تاني لانه رفع علم مصر.